طبعا انا عارف ان في ناس كتير زعلانه مني بسبب ان انا وقفت القناه دي خالص، وانا بعتذر لكم جدا، وان شاء الله هنداوم على تنزيل الفيديوهات في القناه دي ومش هيبقى فيه توقيف تاني. وفي الفيديو ده هقول لكم الاسباب وهتعذروني لما تعرفوها، وهتعرفوا انا ليه وقفت النشر في القناه دي. هات الشاي بتاعك ويلا بينا نبدا. بدايه القناه كنت بحكي فيها حكاياتي الخاصه والمواقف اللي حصلت معايا المرعبه على مدار حياتي، وكلها كانت مواقف حقيقيه ومفيش فيها اي فبركه او تاليف، ومعظمكم عارفين الكلام ده. بعد المواقف بتاعتي ما خلصت بدأت إن أنا آخد قصص من متابعين منكم، والدنيا كانت ماشية تمام التمام، لحد ما في يوم جات لي رسالة من متابع الدنيا بعدها اتشقلبت على الآخر. الرسالة دي جات لي الساعة 1 بالليل وكنت نايم على السرير، يعني كنت خلاص داخل في النوم. لقيت الرسالة جت، سبحان الله حسيت إن أنا محتاج أفتحها وأشوف إيه اللي فيها، فضول بقى ما تفهمش ولا إيه. وفعلا لقيت شخص كده بيسلم عليا وبيقول لي إن هو عنده حكاية نفسه إن أنا أحكيها في القناة، فأنا قلت له مفيش مشكلة، اتفضل ابعت لي الحكاية. هو طبعا يعني طلب مني رقم التليفون لان الحكايه طويله، بس انا مش بقدر ادي رقم تليفوني لاي حد، وده يعني ايه لدواعي الخصوصيه. المهم بدا يحكي الحكايه بتاعته بالكتاب، ولقيته بقى كاتب انه كان عايش في المنطقه الفلانيه والشقه بتاعتهم كانت في الدور الفلاني وعايش مع ابوه وامه والكلام اللي انتوا عارفينه ده. انا بدات اقرا الحكايه، بس مش في يومها، لا انا بدات اقراها تاني يوم، يعني ما عرفتش اقراها لان كنت عايز انام لان كان عندي شغل تاني يوم، فبدات اقرا الحكايه تاني يوم. بس حسيت ان الحكايه دي فيها إحساس غريب كده، يعني أول مرة أحس إن أنا خفت من حكاية مكتوبة. طول عمري بقرأ قصص وبتفرج على أفلام رعب ومتعود على الحاجات دي، وبيحصل لي مواقف كمان يعني وأحداث كتير جدا، لكن أول مرة أحس إن في رسالة مكتوبة تخوفني بالطريقة دي، تخلي قلبي يتخلع. مع الحالة اللي كنت فيها دي كنت في حالة قلق غير عادية، يعني قعدت أتخيل الحكاية دي لما تتحكي على القناة هتبقى شكلها عامل إزاي، وإزاي هتتصور، وإزاي هتتعمل بطريقة تبان إنها حقيقية فعلا، لأن الناس ممكن تحس إنها حكاية متألفة. وقعدت بقى دماغي تودي وتجيب كده. المهم إن أنا قررت إن أنا هبدأ أرتب السكريبت بتاعها، يعني أكتب النقط اللي أنا هتكلم فيها. أنا ما بكتبش سكريبت بالحرف، يعني أنا بكتب النقط اللي هتكلم فيها عشان يعني أعرف أحكي الحكاية بالطريقة اللي أنا بحكيها. بس كان في حاجة غريبة جدا بتحصل، وهي إن كل ما أكون ناوي أقعد وأبدأ أظبط السيناريو أحس في حاجة بتمنعني كده. يعني مثلا جيت بفتح الرسالة بتاعت المتابع عشان أخد الكلام منها، لقيتها مش موجودة. قلبت عليها الماسنجر بتاع الفيسبوك وقعدت ادور وادخل من الكمبيوتر واطلع على الموبايل، مش لاقيها خالص. كمان حسيت ان انا نسيت اللي كان مكتوب فيها. المهم ان انا بعد كده طنشت وقلت خلاص، يعني يمكن هو مسح الرساله او في حاجه حصلت او كده، فطنشت يعني. المهم فتحت الرسائل بعد فتره، لقيت الرساله موجوده زي ما هي وفي مكانها. حاجه غريبه جدا. انا في يوم بدات كده افتح الكمبيوتر وفتحت الملف عشان ابدا اسجل النقط بتاعه القصه بتاعه المتابع ده، وبقيت امسك الجزء المكتوب اقراه وافهمه كويس، واقوم كاتب النقطه اللي انا هشرحها. يعني فضلت ماشي على الحال ده لحد ما تقريبا وصلت كده لحد ما سجلت 10 نقط او 10 احداث يعني من القصه، وتعبت بعديها لاني قعدت تقريبا بتاع ساعه عشان اعمل الموضوع ده. فرحت قافل الكمبيوتر وقلت اما اكمل بكره. تاني يوم بفتح الكمبيوتر ما لقيتش النوت. هنا بقى بدات اقلق جدا، حسيت ان الموضوع مش طبيعي. انا متاكد ان انا كتبت 10 نقط، ده انا قعدت ساعه اعمل فيهم، يعني حدث لا يمكن انساه. طب راح فين؟ انا في العاده بطنش على فكره، مش بركز مع الحاجات دي، وايام ما كنت يعني بقى منخرط بقى وفي عزي في احداث يعني مرعبه جدا وحاجات من النوع ده، كنت بحاول ان انا مركزش، لان زياده التركيز بيخلي الحاجات دي تظهر قدامك بوضوح اكتر. بس طبعا الموضوع ما كانش طبيعي بالنسبه لي، وبدات احس ان في حاجه كده مش مظبوطه، لان بعد كده بدات تحصل احداث غريبه جدا. يعني من اكتر الاحداث اللي كانت بتحصل هو ان دايما وانا نايم بالليل وقبل ما انام كده احس ان في حد معايا في الاوضه. انا مش شايف شكله، بس حاسس ان في حد بيتحرك في الاوضه بالليل. ومن كتر ما كان الموضوع مزعج كنت ساعات مش بعرف انام لحد الصبح بسبب الموضوع ده، يعني افضل قاعد كده على السرير حاسس ان في حد بيتحرك في الاوضه. كل شويه اقوم اتاكد ان مفيش حد، واقوم واطلع في الصاله بره وابص على العيال، مفيش حاجه، البيت كله نايم. لحد ما بدا الحد ده يظهر بشكله الحقيقي. هو ما كانش بيظهر يعني بوضوح، لانه كان بيظهر كده لمده ثانيه واحده، يعني ابقى نايم كده بالليل اول ما افتح عيني الاقيه ظهر قدامي لمده ثانيه واحده ويختفي. انا حتى قعدت ادي المواصفات بتاعته للذكاء الاصطناعي عشان يعني اكون صورته، وفعلا هو جاب صوره قريبه جدا من شكله، وهو الشكل اللي انا حاطه على صوره الفيديو. طبعا انت هتفتكر ان انا بقول اي كلام وخلاص، بس يعني اللي اكد لك كلامي ان ده حقيقي. يعني انا بقالي 3 شهور فعلا مش عارف اقرب للقناه دي،
لان اللي شفته واللي حصل بعد كده كمان خلاني احس ان انا لازم ابعد عن جو الرعب ده باي طريقه، واخد استراحه كده عشان اهدى واقدر ارجع ان انا اكمل تاني. بدات ازود قرايه القران، وبدات اركز ان انا يعني التزم بالصلاه كويس جدا. فعلا الموضوع هدي فتره، بس بعد فتره بسيطه الوضع بقى اصعب من الاول، لاني كنت بسمع صوت مرعب جدا وانا نايم بالليل في الاوضه. والصوت ده كان ممكن يصحيني. كان صوت كده ايه، يعني كأن حد بيتكلم في ودني وبصوت عالي، وكنت اقوم مفزوع. واحيانا لما كنت اسمع الصوت ده كنت بسمع معاه كلام كده مش مفهوم، والاقي في وسط الكلام ده اسمي او اسم مراتي او اسماء عيالي. هو انا في الوقت ده كنت بطلت انزل فيديوهات في قناه الرعب وبدات ابعد نفسي خالص عن الجو ده. فعلا الدنيا كانت بتهدى، ولكن كل شويه كان يجي لي الصوت المرعب ده وانا نايم بالليل. ما كانش بيجي كل يوم، يعني كان ممكن بيجي كل 5-6 ايام، بس كانت عمليه مزعجه جدا، لان اليوم اللي كان بيجي فيه ما كنتش بعرف انام. يعني كنت اقوم بالليل كده احس ان كأن في حد بيخنقني من رقبتي، لدرجه ان مراتي كانت بتستغرب جدا وتقول لي مالك في ايه. فطبعا انا ما كنتش عايز احكي لها، لحد ما مره كنت نايم بالليل ولقيته فجاه بيقول اسم اخويا، وقعد يقوله كذا مره بطريقه غريبه. يعني سامع كلام اسم اخويا وهو بيقوله بنفس الطريقه المرعبه اللي انا سمعتها قبل كده. المهم ان انا تاني يوم عرفت ان اخويا عمل حادثه بالعربيه. ما كانتش حادثه جامده يعني، بس حادثه يعني عربيته اتخبطت، هو ما حصلوش حاجه. بس انا قعدت اقول في بالي طب ايه العلاقه. قعدت افكر كده وبقول اكيد الكلام ده بيتهيأ، وبلاش اربط الحادثه بتاعت اخويا بالحاجات اللي بتحصل. بس ايقنت ساعتها ان في حاجه دخلت حياتي ومش عايزه تطلع، والحاجه دي مش حاجه هاديه، لا دي حاجه عامله لي قلق. المهم اني فضلت احاول اني مركزش، اي حاجه حواليا تحصل اطنش، بحاول امشي الدنيا باي طريقه. بس في مره وانا رايح الشغل الصبح، واول ما صحيت من النوم فقمت بقى عشان اخش الحمام واتوضى واصلي. وانا دايما من عادتي ان انا لما بدخل الحمام لازم استعيذ واقول ايه، اللهم اعوذ بك من الخبث والخبائث. ودخلت اتوضى، شميت ريحه وحشه جدا جدا، ريحه كده ايه مش شبه ريحه المجاري خالص، بس ريحه وحشه جدا، يعني كانك كده ماسك مجموعه من الحيوانات الميته وحطيتهم في صندوق. ريحه غريبه وانا مش عارف احدد هي فين بالظبط في الحمام، يعني هل هي من الحمام نفسه ولا من بره ولا ايه. حتى قعدت امشي في اركان الحمام كده، يعني احاول اشم الريحه دي جايه منين، مفيش. بس طبعا ما قدرتش ان انا اكمل وضوء في الحمام، ورحت طالع ورايح الحمام التاني. بس الغريبه ان ما كانتش موجوده في الحمام التاني الريحه دي، فانا اطمنت، لان انا دلوقتي خلاص بقيت بربط اي حاجه بتحصل بالاحداث اللي حصلت لي. ورحت متوضي ومصلي ونازل. بس وانا في الطريق ما كنتش عارف اعمل ايه في موضوع القناه ده، يعني نفسي اصور فيها ونفسي اعمل مواضيع وفيديوهات وكده، ولكن مش عارف. والاول مره في حياتي هبقى ماشي في الشارع وانا مسيطر عليا الموضوع ده بطريقه غريبه. يعني عمال افتكر الاحداث، افضل قاعد في الشغل سرحان، افضل سرحان ايه بالساعات، مش عارف اشتغل. وعمال اقول في بالي هو معقول انا ابقى من الناس اللي نزلت عليهم اللعنه بالطريقه دي، يعني ان انا ابقى مطارد من حاجه زي كده مش كويسه. المهم فضلت الدنيا ماشيه على كده، وبدات تحصل حاجات ايه، بس احداث يعني ايه طبيعيه، ولكن انا عشان كنت مركز فكنت واخد بالي منها قوي. يعني مثلا اكون قاعد كده في الاوضه عادي، فلاقي مراتي تدخل الاوضه وكانها بتجيب حاجه مثلا من الدولاب، فاجي اتكلم معاها الاقيها تبص لي كده وما تردش عليا، وعيني تيجي في عينها كده، فاقول يمكن مشغوله بحاجه مثلا او بتفكر في موضوع فطنش. بس لما اجي اسالها اقول لها انت دخلتي الاوضه وكنت بكلمك ما بترديش ليه، الاقيها تبص لي كده باستغراب وتقول لي انا قاعده في الصاله من بدري وما جيتش عندك خالص. ده غير بقى ان ساعات بكون نايم بالليل واول ما اقوم الصبح الاقي عيالي عمالين يقولوا لي ان انا كنت عمال اتكلم بصوت عالي جدا وعمال ازعق واضحك يعني بطريقه مرعبه. وكانوا لما بيجوا يحاولوا يصحوني ما كنتش برضى ان انا اصحى. ومره كمان مراتي قالت لي ان انا كنت بعمل يعني الكلام ده وانا مفتح عيني، حاجه في منتهى الرعب. وانا يعني بكون خايف جدا ان انا احكي لهم الحاجات دي لحسن يخافوا يقول لك البيت ده بقى فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. كنت كل مره ابقى ناوي احكي لهم اقول لا اسكت لحد ما تتاكد ان الكلام ده حقيقي. المهم مشيت حياتي على كده عادي خالص، اروح الشغل واجي وارجع واصور في القنوات التانية واصور في القناه الكبيره والصغيره، مفيش مشكله خالص. بس مش عايز اقرب من القناه بتاعت الرعب دي خالص، ولا عايز حتى احطها في حساباتي. يعني انا عندي مواضيع كتير جدا عايز اتكلم فيها وقصص كتير كنت مجهز بداياتها كده عشان اصورها، ولكن انا مش عايز اقرب للقناه خالص، قافل منها بطريقه غير عاديه، لان انا حاسس انها هي السبب في القصه دي. مش بسبب قصه المتابع يعني، لا بسبب ان انا حاسس ان انا لما بنخرط قوي في مواضيع الرعب بحس ان حياتي فيها جزء كده ايه مقلق شويه، مع ان انا زمان ما كنتش بخاف من الكلام ده خالص، بس مش عارف ايه اللي حصل لي.
المهم اسمع اللي جاي وامسك اعصابك كويس قوي. في مره الولاد كانوا عايزين يروحوا المول وانا كنت تعبان جدا ومش قادر انزل، فقلت لهم انتوا روحوا باوبر وانا هاجي اخدكم بالليل بعد ما تخلصوا لاني تعبان ومش هقدر انزل. في يوم ده رحت طالب مطعم ورحت جايب الاكل وفاتح التلفزيون، وانتوا عارفين احنا كان عندنا قطه اللي هي فلافي دي اللي انتوا عارفينها دي، هي مش موجوده دلوقتي وهتعرفوا ليه يعني. المهم بس مش بسبب اللي انا بحكيه ده يعني. المهم كنت قاعد في الصاله وفاتح كده يوتيوب على التلفزيون وبتفرج على فيديو عشان اتسلى وانا باكل يعني. لقيت فلافي دي طالعه من الاوضه وراحت جايه واقفه قدامي كده وفضلت بصالي. انا عادي بتعمل كده كتير يعني، بس حسيت ان بصت عينيها مش مظبوطه. قعدت اهشها كده لاني خفت منها. لقيتها بتبصلي كانها ايه عايزه تقول لي حاجه. حسيت فعلا انها بتتكلم، فرحت مزعق لها عشان تمشي من قدامي، وفعلا مشيت. بس وهي ماشيه لقيتها بتبص عليا كل شويه بطريقه غريبه كده. المهم رحت قايم وراها عشان اشوف هي راحت على فين. لقيتها دخلت الاوضه بتاعتي يعني، وفضلت واقفه في ركن من اركان الاوضه كده وبص على السقف بثبات كأن في حاجه بتتحرك. انا لو في العادي مش هحس بالقلق اللي حسيته ده، لان القطط ممكن تكون شايفه حشرات مثلا، عنكبوت ماشي على الحيطه، ناموسه ماشيه، لكن بصه العين بتاعتها كانت غريبه جدا وكانت مرعبه في نفس الوقت. وبعدين الغريب كمان لما جيت اقرب منها عشان يعني امسكها كده واهديها، راحت بخ عليها بطريقه غريبه كانها مش عارفاني. انا بعديها رحت واخد بعضي وطالع قاعد في الصاله، ومرضتش ان انا اتحرك في البيت في الليله دي خالص. يعني حسيت ان انا متكتف في مكاني كده. وبعدين قعدت اكل وقلت اطنش الموضوع، ما كنتش عارف اكل، بس يعني فعلا قدرت ان انا اطنش الموضوع واعدي اليوم على كده. والولاد رجعوا، بس طبعا ايه ما رضيتش احكي لهم اللي حصل ده لاحسن يخافوا بقى ويقول لك القطه دي فيها حاجه ولا فيها بتاع يعني. المهم فضلت الدنيا ماشيه على كده. بس بعد كده بقى بدات تحصل شويه حاجات بايخه وسخيفه، زي مثلا اكون عامل كوبايه شاي وحاططها على الترابيزه، اجي الاقي كوبايه الشاي دي متاخد منها شويه، وكمان الاقيها بارده. اكلم العيال، حد منهم شرب حاجه مثلا او حد عمل حاجه، ولا حد يعرف ولا حد قرب لها. انت ساعتها ابقى قاعد كده ومشغل التكييف والدنيا هص خالص، تلاقي فجاه طالع من التكييف صوت كده ايه زي صوت التعابين. يعني صوت كده، هو صوت الفريون بيعمل صوت كده زي فحيح التعابين، ولكن الصوت واضح جدا انه مش صوت فريون خالص. حتى انا في وقت من الاوقات كده حسيت ان عيالي ايه، يعني عيالي ومراتي كلهم كده، يعني نظراتهم غريبة جدا لما بيحصل حاجة زي كده. يعني لما يسمعوا حاجة، صوت خبط، أي حاجة تحصل، يقعدوا يبصوا لبعض ويضحكوا وكأن في حاجة هم عارفينها بس مش عايزين يقولوها. يعني في مرة كنا قاعدين بالليل بنتفرج على فيلم مع بعض، وكانوا هم يعني مراتي وعيالي بيتكلموا قدامي على إن بنتي الصغيرة شافت حاجة في الأوضة، يعني شافت حاجة غريبة. أنا طبعا ما كنتش مركز معاهم، بس لما ركزت لقيتها بتقول إنها شافت حد شكله غريب جدا واقف في الأوضة وبيبص عليها. ودايما بتشوف الحد ده واحنا كلنا قاعدين في الصاله بره. يعني لو مثلا كل واحد فينا قاعد في الاوضه بتاعته خلاص ما بيحصلش الكلام ده، لكن اول ما نبقى متجمعين في الصاله وهي مثلا داخله تجيب حاجه من الاوضه وطالعه تاني، بتلاقيه واقف لها جوه. انا طبعا سامع الكلام ده ومش عايز اتدخل ولا عايز اسال ده ايه، وعمال اقول يعني بلاش تخريف وكده عشان مش عايز اكبر الموضوع. لحد ما مراتي في مره لقيتها بتكلمني وبتقول لي ان هي كمان بتشوف حاجات. لقيتها بتقول انها ساعات بتبقى واقفه في المطبخ بتحس ان انا واقف جنبها، بتسمع صوتي كمان، ولما تروح عشان تشوفني انا فين تلاقيني قاعد في الاوضه عادي خالص ولا طلعت بره، ومفيش اي حاجه من اللي هي حست بيها دي. فالجو العام كده يعني كان في حاجه مش مظبوطه. ده غير بقى ان مره حصل لي موقف غريب جدا جدا. انا دايما اول ما برجع من الشغل بتغدى في البلكونه وافضل قاعد فيها مثلا من الساعه 4 لحد الساعه 7 مثلا او 8 بالليل لحد ما الدنيا تضلم يعني. فمره كنت قاعد وفاتح بقى الشغل جنبي كده وجايب ورق بقى وفرشه على الترابيزه، ورق الشغل يعني، وعامل شاي وفاتح اللابتوب كده. لقيت نحله كبيره جدا 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 عماله تلف حواليا بطريقه غريبه. يعني نحله عمري ما شفت في حياتي الحجم ده. اولا لونها اسود فحم، كبيره جدا، حجمها يعني ممكن نقول قد البرتقانه. مفيش نحل بالحجم ده اصلا، ويعني لو فيه مش هيبقى موجود في حته زي بتاعتنا دي، المنطقه اللي احنا قاعدين فيها دي. المشكله ان هي كانت عماله تلف حواليا بطريقه غريبه، تعمل صوت زن، بس صوت زن مزعج جدا، لدرجه ان انا يعني ايه رحت لامم حاجتي وداخل قاعد جوه وقعدت بقى راقبها من بره. بس بمجرد ما دخلت جوه اختفت. كل المواقف دي كانت عماله تحصل، وانا للاسف بقيت اربطها جامد جدا جدا برساله المتابع ده. واللي كان مجنني اني مش لاقي الرساله خالص، ولا فاكر حتى القصه اللي هو حكاها. يعني كل اللي انا فاكره من القصه
ان هو كان ساكن في منطقه قريبه جدا من التجمع الخامس، حته بين المعادي والتجمع يعني، وكان قاعد مع ابوه وامه في شقه وبتحصل لهم احداث غريبه، وكانوا جايبين قطه واختفت فجاه، اختفت خالص وما لقوهاش. دي الحاجات اللي انا كنت فاكرها، بس مش فاكر اي تفاصيل في القصه بالظبط يعني. في مره تانية حصلت حاجه غريبه جدا لحد النهارده انا مستغربها، لاني كنت حاسس انها حصلت بكل تفاصيلها زي ما انا شفتها. كنت قاعد مع الولاد في الصاله وكانوا قاعدين بيلعبوا جنبي كده، مراتي كانت قاعده جنبي بتتكلم في التليفون. فجاه سمعت صوت جاي من اوضه من الاوض يعني اللي موجوده عندنا في البيت، صوت واضح جدا، يعني كأن انا اللي بتكلم، وكأن انا واقف في الاوضه دي وبتكلم، وبيقول كلام كده يعني ايه، يعني انا مش فاهم معناه، بس انا سامع صوتي. انا في الاول قلت يمكن حد من الولاد مثلا سايب الموبايل بتاعه ومشغل فيديو ولا حاجه على الموبايل ولا اللابتوب. قمت من مكاني وانا قلقان على الاخر، رحت داخل الاوضه، لقيت مفيش اي حاجه، فرحت سائلهم انتوا في حد فيكم كان مشغل فيديو مثلا جوه ولا حاجه؟ فكلهم بصوا لي كده وقالوا لي لا. بعدها بكام يوم حصل نفس الموضوع ده تاني، بس كنت سامع نفس الصوت ده ولكن طالع من الحمام. كنت حتى مستغرب يعني الصوت بالظبط نفس صوتي وانا بتكلم، بس انا مش فاهم هو بيقول ايه، لدرجه ان وقتها حسيت ان انا اعصابي تعبانه وبشوف حاجات كده يعني ايه بيتهيأ لي انها موجوده يعني. وعند اللحظه دي قررت ان انا اطنش الموضوع، يعني الموضوع بقى خلاص بقى سخيف، يعني الكلام ده خلاني حاسس بالخطر. حسيت ان القناه دي هي معموله للترفيه اصلا، يعني انت اللي بتتفرج عليها يعني بتتفرج عليها عشان ترفه نفسك، تسمع قصه كده وفي نفس الوقت تبقى قناه كده مثيره لانها بيتحكي فيها حكايات حقيقيه واحداث بتحصل بجد، بس برضو التمادي فيها ممكن يدخلنا في حته مش حلو. فاخدت القرار مع نفسي ان انا خلاص مش هنزل تاني عليها ابدا، او احول المحتوى بتاعها مثلا لقضايا او اي حاجه تانية، يعني مش هخلي فيه رعب وخلاص. بس طبعا حسيت ان انا غلطان، وحاسس ان انا مدي الموضوع اكبر من حجمه. انا بحب الموضوع ده جدا يعني، ممكن يكون كل الحاجات اللي بتحصل دي نتيجه ضغط عصبي، او نتيجه مثلا ان انا متضايق من حاجه انا مش عارفها، او في حاجه تعباني، لان الحياه مليانه ضغوط وكلنا عارفين الكلام ده، وممكن الضغوط دي تاثر على حالتك النفسيه وتخليك كمان ان انت يعني ايه ممكن تشوف حاجات زي دي بصوره متكرره. بس طبعا اخر حاجه حصلت بعدها يعني خلتنا اتخذ الاجراءات بقى. ايه اللي حصل بقى؟ كنت في يوم نايم عادي، حسيت ان في حد بيصحيني، حسيت بايد حد كده جاي عليا بتصحيني. بفتح عيني لقيت الشكل اللي انا شفته قبل كده واقف قدامي، وشه واضح جدا ومقرب مني بطريقه يعني حاسس ان هو بيقول لي بعينيه كده انه هياخد روحي. انا طبعا كنت خايف جدا وكنت متاكد انه حلم، وقعدت اقرا قران واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو واقف قدامي ولا بيتحرك، وعمال يقرب مني كده، وكل شويه نفسي بيتكتم اكتر وعمال يتكتم لحد ما خلاص حسيت ان انا يعني بغيب عن الوعي. وبالرغم ان انا نايم وحاسس ان هو يعني ده حلم، يعني انا نايم على السرير وشايف كل حاجه في الاوضه، شايف التكييف مفتوح وشايف اللمبه اللي جنبي منوره اباجوره، وشايف كل حاجه في الاوضه، المخلوق ده واقف قدامي بمنتهى الوضوح. وفجاه صحيت من النوم لقيت الأوضة فاضية خالص، ولقيت الدنيا ليل، والساعة تقريبا كانت 1 بالليل، حتى الأباجورة اللي أنا كنت شايفها جنبي كانت مطفية، كانتش منورة ولا حاجة. كل اللي أنا شفته ده تقريبا مش موجود. يعني من اللحظة دي بقى بدأت أشغل قرآن في كل مكان في الشقة، لأن حصل لي الموضوع ده قبل كده، ويعني كنت حاسس إن في حاجة لا قدر الله يعني والعياذ بالله، ولكن ممكن يكون كلها تهيؤات. فاحنا نعمل الاحتياط بتاعنا ونشغل القرآن ونحط مصاحف في كل حتة، ونلتزم بقراءة القرآن يوميا، ونلتزم بالصلاة طبعا. وفعلا بعديها الدنيا هديت خالص، وخلاص ما بقتش بشوف حاجة، ونسيت بقى المواضيع دي كلها. من اسبوع بقى كده او من اسبوعين قررت ان انا ارجع اشغل القناة دي تاني، وابدا انزل فيها محتوى رعب زي الاول بالظبط، ونرجع بقى ننتظم وكده. فعلا اخدت القرار وقلت ان انا هنفذه. ليه؟ لان انت طبعا لو معاك ربنا ما تخافش من اي حاجة خالص. حط في بالك النقطة دي كويس جدا، وبسم الله الرحمن الرحيم، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.